السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. معانا النهاردة فكرة جديدة لعمل كفر للرمود، ودي حاجة كل الشعب المصري محتاجها. ومعانا فكرتين، هنبدأ بالفكرة الأولى وهي الكفر اللي قدامنا ده. هل ممكن ان احنا نرجعه جديد تاني؟ ممكن، بس ازاي بقى؟ ان احنا نشغل دماغنا شوية. هنا الكفر اللي معانا ده لو قصيناه كده وطلعنا اللي جواه، هنلاقي فكرته عبارة عن ان الظهر بيبقى طري شوية عشان خاطر الريموت ما يتكسرش، والامام بتاعه بيبقى بلاستيك شفاف. هنا زي ما انتم شايفين جيت طبعا افكر ان انا اعيد تدويره، فطبعا الموضوع فشل جدا. فابتدينا ان احنا نفكر في فكره تانية، بس انا هنا فتحته عشان اوري حضراتكم نقطه ان إن الفكره بتاعته ان هو الظهر للحمايه والوجه ليه ان هو يكون شفاف عشان تشوفي الزراير. طب نعمل ايه بديل ليه ان احنا زي ما انتم شايفين الكيس اللي قدامنا ده، الكيس ده موجود عندنا كلنا بنشتري فيه هدوم وحاجات. الكيس ده بدل ما نرميه ممكن نستخدمه زي ما احنا كده عملناه، قصينا الجزئين دول نقدر نستخدمهم الاتنين ريموت. ده كده الجزء العلوي. الجزء السفلي لا اما هنعمل زي نفس الفكره الموجوده في القديم اللي احنا نجيب فايبر او اي حاجه طريه عندنا ونبطنها من قدام ومن ورا ونقفلها، وتبقى ده الجزء الايه، الجزء الطري اللي هو هيحمي الريموت. هنا زي ما انتم شايفين انا عندي جزء متبطن جاهز وهو خفيف شويه، بيبقى برضو من بواقي حاجات موجوده عندي، وابتدي ان انا احط حواليه الشريط الاسود ده. هنبتدي ان احنا نثبت الشريط الاسود زي ما قصيناه على الريموت بالظبط. هنبتدي ان احنا نثبت الجزء اللي هو المفتوح الاول في الجزء الفايبر زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحط الجزئين على بعض اللي هو الشفاف والفايبر، وابتدي ان انا اقفلهم كلهم بالتساوي مع بعض، ان احنا نكون جراب للريموت بالشكل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا المعاناه بتاعه الجراب بتاع الريموت دي مهمه جدا بالنسبه لنا كمصريين، لان دايما الريموت مكسور. وفي عيب تاني هو الاكبر، ان دايما بتلاقي الريموت بيبقى ممسوح من على الزراير بتاعته الكلام او العلامات اللي بتبين لك الزرار ده بتاع ايه. وده فكره بالنسبه لنا يعني ان هي بتحافظ لنا على الريموت لمده طويله. هنا زي ما انتم شايفين كده الجراب بيكون خلص معانا، بيبقى فاضل له بس ان احنا نركب له كليبسه او اي حاجه ان هي تمسك الجزء الخلفي ده، زي اللي هو الدبل فيس او اي حاجه. تمام. بعد كده عندنا الفكره دي طبعا زي ما انتم شايفين ان انا جبت لكم كل الرمويات اللي عندنا عشان ان احنا نبتدي نطبق عليها. برضو هتقصي على كل ريموت على حده طبعا، لان كل ريموت بيبقى ليه مقاس وعرض وكده، فبيحتاج ان انت تظبطيه على مقاساته. هنا الفكره التانية هتبقى فكره سهله جدا، ودي ممكن تعمليها انت مش محتاجه مكنه ولا محتاجه ادوات او خامات او اي حاجه. الكيس اللي هو الشفاف اللي هو بيبقى عندنا اللي هو بتاع التخزين ده، كيس صغير اللي هو نص كيلو، بيعمل معانا رمودين. الكيس ده بتفتحيه بالطبقتين بتوعه، وبتبتدي ان انت تغلفي بيه الريموت على حسب حجم الريموت زي ما انتم شايفين كده، وبتبتدي ان احنا نغلف بيه الريموت وبلزق شفاف نبتدي ان احنا نقفل عليه. ده على فكره الفكره دي بتقعد عندك كتير جدا، بس هي هتحتاج تكايه واحده قبل ما تبتدي ان انت تغلفيه عشان هو مش بينفتح، ان انت تغيري الحجاره لو هي ايه بدات ايه تاثر شويه. هنا بتبتدي ان انت تلزقي الجزء ده تثبتيه بس عشان خاطر الميل بتاع الكيس يبقى مظبوط، وبتبتدي ان انت تعمليهم بزاويه مظبوطه كده مع بعض عشان ما تكلكعش معاكي. وطبعا الزياده دي بالنسبه لك مش مؤذيه لانها بتحمي برضو الريموت من ورا من ناحيه ان هي بتبقى ايه كثافه، ولو حابه تحطي كثافه تحت برضو وتلزقيها برضو ده معاكي تمام جدا، بيحافظ لك على الريموت من ورا. ودي الفكره التانية، ودي بسيطه جدا وانا بستخدمها على فكره، وهي بالنسبه لي الاسهل والاضمن، لان الاطفال حتى ما بيعرفوش يفتحوه، يعني يفتحوه او يتعاملوا معاه او يطلعوا منه الحجاره او الحاجات دي. وهنا بنبتدي نفتح الجزء اللي هو بتاع الديجيتال، وبيكون دي معانا الفكرة التانية بتاعة الريموت. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، وبتمنى لو نفذتوها تبعتولي صور ليها في الكومنتات وتقولولي رأيكم، وتقولولي هل هي مفيدة فعلا بالنسبة لكم وهتقدروا ان انتوا تحافظوا على رموداتكم ولا لا.
كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.